لا انا احكي لك القصه يعني بصراحه. انت ايه اتفضل يا احمد. صار كده احنا امبارح كان في جلسه مع مستر كامل ومجلس الاداره وكده، وكان الوكيل بتاعي معايا ووالدي وكده. قعدنا مع مستر كامل واتفقنا على كل حاجه، ويعني في الاول وفي الاخر انا اصلا لسه لي 3 سنين في النادي بتاعي، يعني انا كده كده قاعد 3 سنين اجباري في النادي. تمام. السنتين اللي هجددهم دول بس عشان الناس تعرف في بورسعيد اللي انا مش هسيب النادي المصري، لو ما احترفتش يبقى انا قاعد في النادي المصري. وحاجه محترمه، وانت بتبين للجمهور اللي انت يعني ابن النادي المصري ومش هتتحرك غير بموافقه النادي المصري. بس كده تمام. فيعني الناس كلها اللي كانت بقى الاشاعات اللي طلعت اهلي وزمالك والحوارات دي، فانا سنتين يبقى انا كده لسه 5 سنين في النادي، فبعد ما امشي يبقى 5 سنين. تمام. انا عملت كده بس يعني حبا في النادي المصري، والنادي المصري ده هو اللي عملني، ويعني مستر كامل زي ما قلت في الاول وفي الاخر هو الراجل بيزودني كل سنه، يعني في السنه بيزودني 3 مرات. فبس يعني بس فالجلسه اللي قعدناها امبارح دي يعني قعدناها مع بعض واتكلمنا في كل حاجه، يعني حاجات في العقد وكده، بس لسه يعني ما وقعتش حاجه رسمي، يعني انا ما مضيتش على عقده، فبس هي مستنيين العقده تتظبط وكده، والوكيل بتاعي يعملها، وان شاء الله كمان 3 ماتشات بس لما الدوري يقف كده بعد ماتش الجونه تقريبا انا وقعت كل حاجه. تمام، يعني الامور تمام، لكن انت ما وقعتش. لا لسه ما وقعتش. اتفقت على القيمه الماديه وفي تقدير كويس من مستر كامل والنادي وكله تمام؟ اللي شايفه مستر كامل انا ما اتكلمت معاه، اللي شايفه قلت له مستر كامل حضرتك هتقدرني، قال لي انت زيك زي اي حد وكده، بس يعني احنا ما اتكلمناش في امور ماديه. تمام. احنا طبعا يعني كنا مع بعض في مداخله قريب كده من اسبوع، وكنت انت مرشح بقوه، كنت خلاص يعني قريب جدا ان انت تاخد افضل لاعب صاعد في افريقيا خلال طبعا دايما الجوائز اللي بيديها الاتحاد الافريقي كل سنه، احنا قرينا عليك يعني. لكن لا الحمد لله. الحمد لله طبعا. احنا بس حاجه كويسه ان انت في اول سنه ليك وظهورك بشكل قوي بقيت خلاص مرشح على القاره الافريقيه، دي حاجه كويسه. هل عدم حصولك على الجائزه او تكريمك من الاتحاد الافريقي ده زعلك يا احمد، اثر فيك، ولا الامور بالنسبه لك عاديه وهتستمر في ان شاء الله نجاحاتك عشان تبقى برضه موجود السنه الجايه؟ لا طبعا يعني انا كنت اتمنى اللي هي تيجي من نصيبي، بس الحمد لله يعني مفيش نصيب. انا في الاول وفي الاخر دي بتاعت ربنا طبعا، وبحمد ربنا. يعني المركز الثاني برضه مش وحش في افريقيا، يعني مش في مصر بس، فكنت اتمنى انها تبقى من نصيبي، بس الحمد لله. يعني هي ده اليوم ده جت فيه كان بعد الماتش تقريبا، بعد ماتش تليفونات، وتاني يوم مستر كامل صالحني يعني تاني العيديه وبتاع تمام، ظبطك يعني. ظبطني. يعني انا كنت متضايق شويه، بس هو صالحني مستر كامل يعني كتر خيره، وانا اصلا كده كده هو المفروض ما يجددليش لان لسه لي 3 سنين، يعني دي حاجه من عندهم وكده. وزي ما قلت تاني يا كريم انت عارف ان انا يعني النادي المصري ده يعني حاجه كبيره عندي طبعا في حياتي، فما اقدرش يعني اللي انا ابعد عنه غير بره يعني. بالظبط. يعني زي ما قلت قبل كده، فان شاء الله كمان ماتشين كده او 3 هيكون العقده ان شاء الله جات له ومضيت عليها مع كابتن تامر النحاس، ويعني كل حاجه تبقى تمام ان شاء الله. تمام. طيب احمد، عايز برضه اكلمك في نقطه مهمه جدا. النادي المصري في احمد الشناوي وفي امير عبد الحميد، 2 حراس مميزين جدا، وفي منافسه قويه ومنافسه شريفه، وطبعا معاكم مدرب كافئ طبعا، سواء كابتن طلعت يوسف كمدير فني او كابتن حسن نصر كمدرب لحراس المرمى. طبعا الكابتن حسن طبعا. اللعب ازاي؟ يعني مين اللي بيلعب؟ امير عايز يلعب وانت عايز تلعب، وانتوا الاثنين اجوان كويسين ومتالقين في سواء في الماتشات او في التدريبات. يعني مثلا ماتش الزمالك والمصري مين اللي ممكن يلعب، احمد الشناوي ولا امير؟ وهل الجهاز بيتعامل بالدور ولا بيتعامل بالمستوى ولا ايه بالظبط؟ هقول لك يعني هو ما فيش شك، يعني اللي بيقعد اللي الثاني بيبقى اكيد متضايق من جواه، بس يعني ده عادي، اللي بيلعب يعني كله في مصلحه الفريق وفي مصلحه النادي في الاول وفي الاخر. ودي يعني الكابتن حسن والكابتن طلعت بيظبطوها مع بعض اللي هم شايفينه، يعني كل ماتش له ظروفه. يعني كان ماتش الزمالك اللي اتاجل ده ما حدش كان يعرف مين اللي هيلعب. الكابتن امير اخر ماتشين ادى بشكل كويس، ماتش الشرطه وماتش المقاولين، وانا كنت في البطوله بشكل كويس، فكناش لسه يعني حتى احنا الفرقه كلها مين اللي يسالوا الكابتن امير انت اللي هتلعب، طب يسالوني انت اللي هتلعب، محدش عارف لسه. يعني احنا كنا الاثنين رايحين الماتش مش عارفين مين اللي هيلعب. فايا كان بقى يعني انا بدات ماتش التليفونات عشان الكابتن امير برده كان لسه مصاب، كان عنده اصابه في الاماميه، كانت مجهده شويه. فيعني الامور كلها كويسه ومستقره طبعا. والكابتن حسن بيقعد معانا على طول، يعني مش عايزين ننسى فضله برضه، بشكره يعني جدا. وقف معايا في البطوله اللي فاتت في المغرب، وكان بيكلمني بعد كل ماتش، فالحمد لله يعني ان شاء الله الامور تستقر ان شاء الله تفضل زي ما هي كده. مين اللي هيلعب الماتش الجاي طيب؟ لسه الكابتن امير والله النهارده عاوزين برضه يعني نطمن عليه برضه النهارده في التمرين كده وبيتمرن، حس برضه بشد في ظهره. امير؟ يعني يعني كابتن امير حس بشد كده خفيف في ظهره فطلع من التمرين. فبتمنى له ان شاء الله. دي اصابه سياسيه يا احمد؟ لا 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 خالص، يعني كابتن امير مش من النوع ده خالص. يعني كابتن امير يعني لو في حاجه يعني ما بيقولش غير في الشديد قوي، يعني بيحصل كلمات خبطات. اساسا في ماتش كمان قبل ماتش الزمالك، في ماتش حرس الحدود بعد بكره. بعد بكره الماتش حرس الحدود، بس هو النهارده يعني في كوره كده ظهره شد وسطه فيها، فظهره شد قفش عليه مره واحده، لان كنا جايين من سفر وكده، فتقريبا من كده. فالدكتور قال له رايح النهارده بكره تنزل تجري خفيف، وان شاء الله يكون معانا في الماتش
ويرجع ان شاء الله سليم ان شاء الله. في اتصالات بينك وبين كابتن عصام الحضري؟ لسه مكلمه من 3 ايام بالظبط. والله قلت له ايه؟ لا كان قبل الماتش التليفونات، فكان بيتكلم يقول لي شدها لك لو لعبت وجدعا وكده. قلت له بالتوفيق يعني، ويعني كنت بفتش معاه بقول له فين دلوقتي واخبار المشكله ايه، قال لي لا كله تمام وان شاء الله نادي في مصر، وقعد يتكلم معايا شويه. قال لك خلاص الامور بالنسبه له هتتحل مع المريخ السوداني؟ لا هو تقريبا قال لي همشي وهاجي هنا في مصر. هيجي في مصر؟ مش المصري في مصر. ايه؟ مش المصري في مصر، ولو جه النادي المصري برضه لا مش المصري، انا عارف هيجي يلعب في مصر يعني في الدوري المصري. وبعدين خلي بالك الحضري لسه من يومين 3 اعلن اللي هو هيلعب لغايه 41 42 سنه، مفيش مشكله يعني. 41 لا يلعب ل 45 طبعا، ده حاجه شرف الكره المصريه كلها. تمام، بشكرك يا احمد ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الماتشات الجايه، حارس مرمى مميز جدا، نتمنى كمان الشفاء لامير عبد الحميد.